بدل ما انت قاعد تعيط كده ما كنتش رحت قلت له. هو اللي عمله مصطفى غلط وعيب، بس اللي عمله يوسف عيب اكتر منه. اطلع بره يا مصطفى. ما تسيبيه عشان يتعلم. اطلع بره يا مصطفى وروح شوف لي عيشه بتعمل ايه. انا اسف. ايه شوف لي عيشه بتعمل ايه دي؟ انت هتشغليه جاسوس زي يوسف؟ على فكره الولد ده انتوا بتدمروه بالشكل ده. ما تكبريش الموضوع كده. لا هو كبير لوحده يا خديجه. وبعدين عيشه هتكون بتعمل ايه؟ قاعده بتتفرج على التلفزيون، بترسم، بتسمع مزيكا زيها زي كل البنات اللي في سنها. ما تيجي تنتقدي اخوك الكبير ما ينفعش يكون قدام مصطفى عشان هو قدوه ليه. يعني يرضي مين اللي حصل امبارح ده عشان يكسر الكمان بتاعت حنين بالشكل الهمجي ده؟ دي جريمه يا خديجه، جريمه. يا اختي كفايه خطب بقى كفايه. ولا يهمك يا حنين، والله اول ما تفوقي ننزل اجيب لك كمان احلى من اللي اتكسرت 100 مره، عشان بعد كده ما حدش فينا يسكت يا خديجه. هنتكلم عن فقه الطهور، كيف نتطهر. والماء المطلق يندرج تحته الأنواع التالية: ماء المطر والبرد، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، صدق الله العظيم. ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، صدق الله العظيم. كنت عايز درس خصوصي يا استاذ حسن. فاكر القهوه دي يا ابو علي؟ كنا بنقعد هنا على القهوة مع العمال الصعايدة، ويجي مقاول مفربع عربيته ونتزنق مع بعض زي الفراخ. ويا عالم، يوم في عماره في مصر الجديده، ويوم في شونه قمح في الزقازيق، مرة الأكل فراخ، ومره عيش فلاحي ومش. والله يا اخي كانت ايام حلوه. حلوة إيه بس يا يوسف؟ يا اخي كانت همومنا ايه؟ اكل وشرب، شويه كراريس لاخوات البنات. دلوقتي اديك شايف حال البيت شكله عامل ازاي. أقول لك على حاجة يا يوسف بس ما تزعلش مني، قول يا ابو علي. أنت مزودها حبتين. خايف يا حسن، عشان كده باخد بالاحمر. لو وربت الباب خايف لا يتفتح على الاخر. واديك عارف ان حنين ومصطفى في سن وداخل عليهم عيشه، اخطر سن. لو ما حطيناهمش على طريق الدين الصحيح هيضيعوا. هي دي مش سنه اشرف خلق الله يا ابو علي؟ عليه الصلاة والسلام. بس الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه أفهم ولا أرحم منه لمقتضيات السن والظروف. فما تشدش قوي يا يوسف عشان حبل الود ما يتقطعش. المهم ما يتقطعش معاك انت يا ابو علي. ممكن بس بعد اذنك يا باشا صوره مع الاستاذ؟ صوره واحده بس من فضلك. Three, four. نسمة، يا ريت اشوفك في مكتبي. انا قلقان وخايف عليكي. من ايه يا مايسترو؟ انت فنانة وموهوبة، ميرسي. لكن ليه بقى كل يوم والتاني مظاهرات وندوات؟ ده جزء مهم من حياتي، انا كده طول عمري. انت نزلتي الثورة اوكي، كلنا نزلنا، لكن الاهم دلوقتي شغلك وفنك. طب مش لما بلدنا تستقر الاول شويه يا مايسترو؟ انت مش قد الناس دول اللي بيقولوا ان الفن حرام. هم احرار في معتقداتهم. ابعدي عن المشاكل. متشكره على النصيحه، عن اذنك. نسمة، يا ريت تعملي بالنصيحة. ان شاء الله. شو طولت؟ انا ما بطول، اتفضلي حضرتك طولي براحتك. انا هختار البنوتة دي. لا اختاري البنوته التانيه.
يا بابا. ازيك يا درش؟ الحمد لله. يا روح الله، انت عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه ده مفيش بوسه الخال ولا ايه؟ الله الله الله. يا ماما، بابا جه بابا جه. خص عليك يا حسن، وهنا عليك تبات بره بيتك. مش عايز ايوه تاني يا خديجه. طب لو انا ما وحشتكش، عايشه ما وحشتكش هو انا كنت في عقد عمل في الخليج؟ ده هي ليله. كده برضه؟ ده رد. خلاص ما تزعليش. اكيد وحشتيني انت وعيشه، بس انا غصب عني يا خديجه. انا عارفه. الانسان برضه ليه طاقه. وهو انا سكت؟ ده انا مسكت يوسف بستفته على اللي عمله معاك. قلت له لا، كله الا حسن، ده جوزي وحبيبي وابو بنتي. وهو قال لي خلاص يا خديجه، اللي انت عايزاه انا هعمله. هو قال لي كده؟ مش مصدقني؟ لا ازاي؟ مصدقك طبعا. واخبار شقه المغربلين ايه؟ كويس انك فتحتي الموضوع ده. موضوع ايه؟ شقه المغربلين انا لازم اروح كل اسبوعين ولا حاجه عشان اهويها، عشان العته ما تاكلش الكتب. وتروح انت ليه؟ اروح انا؟ لا 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 لا، افرضي حد ضايقك من على القهوه اللي تحت ولا حاجه. طب ما تبيعها يا حسن. الا دي. اشمعنى؟ واذا اخوكي عملها معايا مره تانية ابات فين؟ في الشارع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده انت سخنه قوي. انت خدت الدواء ولا لا؟ اه اخدته. ان شاء الله هتبقى احسن وتبقى زي الفل. حنين انا عارف انك زعلانه مني. نزعل بعض لكن نزعل اللي خلقنا لا يجوز. يعني انت تتصوري ان ممكن اي حاجه في الدنيا تسعدك وما تخالفش شرع ربنا واحرمك منها؟ عموما لما تقومي بالسلامه هبقى اقعد معاكي واشرح لك اسباب التحريم بالدلائل. انت مثال للفتاه المسلمه الطاهره البريئه. اوعي تخلي اي حاجه او اي حد يلعب بدماغك او يلوثها كانه الوسواس الخناس. ايوه كده. هو احنا لينا غير حنين؟ لو تعرفي يوسف كان زعلان قد ايه. دي اجمل حاجه في البيت. بس عدمت وشها بقى قد اللقمه، مش راضيه تاكل خالص. ليه كده يا حنين؟ ماليش نفس. طب ولو اكلتك انا؟ اكيد مش هتقول حاجه. هات يا خديجه انا هتصرف. مش قادره يا يوسف. معلش.